السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل العيش البلدي بخطوات سهلة وبسيطة، واللهم بارك العيش كله ارتفع وكمان طري جدا بعد السوا. يا ريت بس تتبعي الخطوات للآخر علشان هقولك على العجينة المظبوطة وكمان السوا المظبوط اللي يخلي معاكي العيش كله يرتفع. يا ريت بقى لو أول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هعمل النهاردة 15 كيلو، والدقيق اللي أنا هعمله النهاردة دقيق أسمر يعني دقيق مدعم. بجيبه كده واخبزه في البيت بدل ما اجيب العيش. لو حابة بقى تخلطي مع الدقيق الأسمر دقيق زيرو هيبقى العيش البلد هيطلع معاكي تحفة. أنا في الأول نخلت الدقيق وطلعت منه النخالة. هضيف بقى على ال15 كيلو معلقة ونص خميرة فورية، وعلشان احنا في الصيف احنا قللنا خميرة شوية. وضفت بقى معلقتين كبار ملح، الملح علشان العيش ما ينفضش معانا. قلبت بقى الخميرة والدقيق كويس جدا، وبعد كده هجيب المية انا مدفياها زي دمع العين. يعني كل ما الجو هيبقى حر بعد كده هنعجن بمية عادية خالص من الحنفية. علشان بدرت وقمت بدري ما ينفعش ان انا اعجن بمية من الحنفية، بس لو انت هتعجني بعد الظهر هتعجني بمية عادية خالص من الحنفية. بعد كده انا نزلت بالمية بس في اول العجين ما نزلتش بمية كتير علشان ما اطريش العجينة. انا نزلت بمية كده وفضلت اقلب لحد ما الدقيق اختفى، وبعد كده وقفت مية علشان اعجن العجينة على اليابس. كل بقى ما العجينة العيش البلدي هتتعجن معاكي مظبوط كل ما العيش البلدي هينفخ معاكي وهيرتفع معاكي وانت بتسويه. اهم حاجة هي خطوات العجين. شايفين بقى العجينة نعمت ازاي؟ بقطع بقى كمان رغيف علشان اشوف العجينة مظبوطة ولا لا، ولازم بقى تعملي الاختبار ده. بتحطيه على وش العجين، لو لقيتي الرغيف اللي انت قطعتيه وحطيتيه على وش العجين سرح على بسيط يبقى كده العجينة في الوسط مظبوطة. لو لقيتيه ما سرحش خالص يبقى كده العجينة لسه يابسة خالص فلسه عايزة مية. ولو حطيتي بقى الرغيف وسرح جامد يعني فرش جامد على العجينة يبقى العجينة كده طرية. يا ريت تلميها بالدقيق وتظبطي العجينة، يعني هي اهم حاجة هي خطوة العجينة لو مظبوطة هتعرفي تخبزي وهتعرفي ترحي. يعني اتعبي شوية في العجين هتلاقي بقى الخطوات كلها سهلة بعد كده. بعد ما خلصت عجين خالص والعجينة خلعت من ايدي والعجينة مظبوطة، هنعلم الطشت بقى علشان هم قليلين. فعلمت كده وهغطيهم بالصينية وهسيبهم لما يخمروا. العجينة عملت معايا فقاعات يبقى العجينة كده مظبوطة. غطيته بالصينية ما غطيتش باللحاف علشان الجو خلاص بقى حر. لقيت بقى العجين ما شاء الله ساعة ونص اختمر. قمت بقى فرشت الملاية قدام الفرن ورحت فرشة فوقيها النخالة. ولو هتعملي في الصواني تقلي النخالة شوية في الصينية علشان ساعة ما تلقطي الرغيف ما يبص معاكي ولا حاجة. وبعد كده بتقطعي وتوسعي بعيد عن بعضه علشان لسه هيخمر. واول ما بيخمر بتلاقيه ساح وراح لبعضيه علشان بس تعرفي تلقطيه. وانتي بتقطعي بقى خدي كده العجينة على حرف الطشت وما تهبطيش الخمر علشان بقى ساعة ما تيجي ترحي ما يبقاش ليه عرق وكمان ما يبقاش منفض. يعني النفطة بتخلي بقى سمك الرغيف من فوق رقيق ومن تحت تخين. ولو خطواتك كلها مظبوطة بس وانتي بتقطعي بتفشي الخمر وتيجي تخبزي هتلاقي العيش منفض. يعني الخطوة دي مهمة جدا ولازم تظبطيها. قطعي كده وخدي العجينة على حرف الطشت واقطعي، ما تهبطيش خمر العجينة علشان ممكن يكون خطواتك كلها مظبوطة بس في التقطيع ما ظبطتيش الخطوة دي. هتلاقي بقى العيش هيبقى منفض وكمان هيبقى ليه عرق ومش هتعرفي ترحي. وكمان هنسيبه بقى على النخالة كده 10 دقايق او ربع ساعة يخمر فيها. اول ما بنجرب رغيف لو لقيناه مظبوط بنكمل بقية الخبيز. اما لو لقيناه منفض يعني ولسه كمان ليه عرق واحنا بنرحه بنصبر بقى عليه شوية وبنرجع نخبز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. من اول رغيف هنرميه هنعرف العجينة مظبوطة ولا لا وكمان الخمر بتاع العيش مظبوط ولا لا. وفي الصيف يا ريت ما نكترش خميرة علشان ريحة العيش ما يبقاش فيه خميرة. وكمية الخميرة اللي انا عاملاها لل15 كيلو تنفع للكمية القليلة. يعني الكمية الكبيرة زي الكمية القليلة في الخميرة. اهم حاجة بس ان احنا نعجن العجينة على طول، ما نخليهاش تبرد معانا قوي او نطول في وقت العجين. وكمان بعد ما بنخليه يخمر في الطشت نخليه كمان يخمر على النخالة. ونيجي بقى نرمي اول رغيف ان شاء الله هيطلع معاكي تحفة من اول رغيف. وبخصوص بقى الرح يا ريت نجهز مطرحتين وكمان يكون معانا كده شوية نخالة على شوية دقيق نرش منهم المطارح. ونمسك بقى المطرحة كده من تحت اليد. المسكة دي هتخليكي تعرفي تنطري الرغيف.
من اول رغيف يا جماعة اللهم بارك لقيته ارتفع، وكمان ريحة العيش البلدي وهي بتستوي بجد تحفة. انا عايزاكي بقى تجربي العيش البلدي تعمليه في البيت، حتى لو هتعملي كمية قليلة، بس اهم حاجة تظبطي خطوة العجين. وبعد كده الريح هيبقى سهل جدا، وحجم الرغيف على حسب ما انت عايزاه، يعني على حسب ما بتحبيه، كان اكبر او اصغر دي يرجع لك انت في الاخر. بس لو هتتعلمي اتعلمي في اصغر من كده بشوية، علشان بس تعرفي ترحيه وكمان ترميه. وساعة ما ترمي في الفرن وطي الشعل في الاول علشان ما يلخبطش معاكي الرغيف. وكمان لو لسه مبتدئ اقعدي على حاجة عالية عن الفرن، خليكي انت عالية كده وبعد كده ارمي. ان شاء الله هتعرفي ترمي وتعرفي ترحي لو مشيتي على نفس الخطوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. شايفين باقي الجمال؟ العيش كله ارتفع وكمان كان طري جدا بعد السوا. انا عايزاكي بقى تمشي على كل الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط. من اول رغيف هترميه هتعرفي العجينه مظبوطه ولا لا. بس لو طلع معاكي منفض اصبري عليه شويه وارجعي اخبزي. اما لو العجينه طالعه مجلده وناشفه يبقى كده العجينه كانت يابسه شويه. ولو العجينه طريه هي العيش بتاعها هيبقى طري وهيبقى تحفه. بس لو انت مبتدئه هتلاقيها مغلباكي وانت بترحيها وهيتلخبط عليتها. يا ريت بقى تقومي تلميها وبطبق دقيق كده وظبطي العجينه، وخليها كده عجينه كده في الوسط، ما تكونش طريه قوي ولا يابسه قوي، يبقى عجينه كده في الوسط. ولو ظبطتي بقى الخطوات العجين من الاول مش محتاجه بقى ان انت تقومي تعملي اي خطوه. وبخصوص الريحه زي ما قلت لك هتمسكي بقى المطرحه من تحت اليد. الخطوه دي هتخليكي تعرفي ترحي والرغيف يلف معاكي من على المطرحه ويساعي معاكي، وكمان تنطري من تحتيه النخاله خالص. العيش البلدي سهل بصراحه ومفيهوش حاجه صعبه خالص، بس هو هيبقى صعب على الناس المبتدئه. بس لو مشيتي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها ان شاء الله هيبقى من اول مرة هتعرفي تخبزيه وهيطلع معاكي مظبوط. عايزاكي بس تمسكي المطرحة من تحت اليد علشان تعرفي ترحي، ويكون معاكي بس نخالة كده وعلى دقيق علشان الرغيف ما يلزقش معاكي خالص على المطارح. وما تكبريش حجم الرغيف لو انت لسه مبتدئة، على حسب ما انت عايزاه اعمليه. واول بقى ما تاخدي على الخبيز تقدري بقى تكبري الحجم على حسب ما انت عايزاه. انا اتعلمت بكده، امي الله يرحمها كانت بتعمل لي كده رغيفين اصغر من اللي هما بيعملوهم. كانت بتخليني كده القط الرغيف في الاول وبعد كده ارحه وارميه في الفرن، واول ما يرتفع اديره بالراحه واطلعه لحد ما اتعلمت. وبعد كده بقيت اعمل حجم الرغيف على حسب ما انا عايزاه. وزي ما انتوا شايفينه كده العيش اللهم بارك بيتكلم عن نفسه. العيش البلدي سهل جدا ومفيهوش حاجه صعبه خالص. جربي بقى الخطوات اللي انا قلتلك عليها وان شاء الله من اول مره هتعرفي تخبزي. انا بقى زي ما امي علمتني الله يرحمها انا بعلم بنتي بنفس الخطوات، يعني بحوش لها رغيفين وبخليها بقى ترح وترميهم وتطلعهم من الفرن، وبعد كده تقدر بقى تخبز حجم الرغيف زي ما هي عايزاه. بس اهم حاجة في الاول اتعلمي في حاجة يكون اصغر، يكون مطرحة كمان اصغر علشان تعرفي ترحي. وامسكي بقى المطرحة من تحت اليد ان شاء الله هتعرفي ترحي وهيطلع معاكي مظبوط. وادي بقى العيش بعد ما خلصناه فرشته كده على الملاية، العيش طري بعد السوا وبجد تحفة. بتمنى بقى ان انت تدعميني بلايك واشتراك للقناة.